فراشة صغيرة كانت بترفرف جناحاتها في الصين كانت السبب في أعاصير ورياح وفيضان حصل في أمريكا. الكلام ده ممكن يبان إن هو خيال، لكن فعلا أثر جناح الفراشة اللي ما يتشافش ده ممكن يعمل كده. التغيرات البسيطة المتراكمة دي لو حصلت في أي نظام مش في النظام البيئي بس ممكن جدا تكون سبب في تغيير مساره أو تأخره أو تسرعه أو تخلي حاجات تحصل في مكان وفي مكان تاني لأ. يعني أكيد جناح الفراشة نفسه ما ولدش الطاقة الكافية لتكوين إعصار، لكن كان السبب في سلسلة من الأحداث اللي كان ليها تأثير كبير جدا بعد كده. وبالمثل بالظبط زيادة درجة الحرارة على سطح كوكب الأرض درجة واحدة بس بتعمل زيادة كبيرة جدا في الحرارة المتراكمة على مدار السنين لحد ما بتتحول لخطر لازم العالم كله يواجهه. على فكرة قبل ما نبدأ كلامنا أنا عايز أقول لك إن أنا من فترة كنت عملت فيديو عن التغيرات المناخية بالتفصيل الممل، اتكلمت فيه بالظبط إيه اللي بيعمله تغير المناخ وإيه الأضرار اللي ممكن تحصل لنا من وراه. لو عايز تعرف أكتر ويبقى عندك خلفية كبيرة عن الموضوع هيظهر لك دلوقتي فوق على اليمين أو على الشمال، يبقى روح اتفرج عليه. بس طبعا بعد ما تخلص الفيديو ده ما تخرجش من الفيديو ده دلوقتي، خليك راجل جدع. مش محتاج أتكلم طبعا إن المية هي عنصر مهم جدا للحياة، لدرجة إن هي أصلا أول عنصر العلماء بيدوروا عليه لما يدوروا على كوكب تاني صالح للحياة غير الأرض، بيشوفوا الأول الكوكب ده عليه مية ولا لأ. طب ازاي بقى تغير المناخ ممكن يأثر على المية؟ عشان زيادة الحرارة بتخلي المية تتبخر بكمية أكبر، يعني نسبة بخار المية اللي موجود في الغلاف الجوي هتزيد، وده بقى معناه زيادة الأمطار والسيول والفيضانات وكل اللي يخطر في بالك من الكوارث الطبيعية اللي ليها علاقة بالمية. وده بيوضحه تقرير للأمم المتحدة بيقول إن ما بين سنة 2001 لسنة 2018 3/4 الكوارث الطبيعية اللي حصلت على الكوكب كانت كلها حاجات متعلقة بالمية، سواء زيادتها أو قلتها وجفافها. ومات في الكوارث دي حوالي 166 ألف شخص، وسببت خسائر اقتصادية بحوالي 700 مليار دولار. 7 وجنبيها 11 صفر. والأكتر فوق كده كمان إن لما بتحصل كارثة من دول بتكون السبب في تشريد ملايين الناس، لأن بيوتهم والمناطق اللي عايشين فيها بتتدمر. ودي مش هي كل المشاكل اللي بتحصل مع ارتفاع درجة الحرارة، لأنها بتبقى السبب في ذوبان جليد القطبين والأنهار الجليدية اللي بتعتبر المخزن الطبيعي للأرض من المياه العذبة. ولما الجليد ده بيسيح اولا بيختلط بميه المحيطات المالحه وما بنقدرش نستفيد بالميه دي، ثانيا لما بيحصل كده كمان بيؤدي لارتفاع منسوب البحر في العالم كله. وبالنسبه لمصر بقى وتاثير تغير المناخ عليها من حيث الموارد المائيه، فخليني اقول لك في الاول ان موارد مصر المائيه حوالي 60 مليار متر مكعب من الميه في السنه، معظمها طبعا او اغلبها بيجي من نهر النيل مع كميات قليله جدا من الامطار والميه الجوفيه اللي موجوده في الصحراء. وكده بقى يبقى في عجز، لان احتياج مصر من الميه حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، وده على حسب تصريح وزارة الموارد المائية. وفي ظل ندرة وقلة كل الموارد التانية من المياه العذبة بيكون اعتماد مصر الأساسي طبعا في المياه العذبة على نهر النيل اللي بيخترق في طريقه 5 مناطق مناخية مختلفة من المنابع لحد المصب، وده طبعا بيخليه معرض أكتر أو جاهز أكتر إن هو يتأثر بالتغير المناخي، لأن هو ممكن منسوبه يقل أو ممكن يجف وما يقدرش يلبي احتياجات الدول اللي محتاجاها زي مصر. وحتى لو تدفقه زاد جدا عن اللازم هيعمل كوارث مائية زي اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. يعني ببساطة من الآخر أي تغير بسيط في السيستم هيعمل لنا تأثير الفراشة اللي مش عارفين ممكن يوصل بينا لحد فين. صحتنا وسلامة كوكبنا معتمدة على النباتات الخضراء اللي عايشة معانا واللي بتشكل نسبة حوالي 80% من الأكل اللي احنا بنتغذى عليه. بتعتبر مصدر للأكل والعلاج واستخراج مواد كتير جدا مفيدة سواء بناكلها أو بنستخدمها في الصناعة، ده غير طبعا منظرها الجميل اللي بيدي شكل حلو للبيئة، لكن كل ده مهدد بالخطر. لأن منظمة الأغذية والزراعة العالمية اللي هي الفاو بتقول إن كمية المحاصيل العالمية بتقل كل سنة بنسبة 20% بسبب الأضرار اللي بتسببها الأمراض والآفات النباتية. وكل مرض أو آفة من اللي بتصيب المحاصيل دول بتبقى محتاجة درجة حرارة ودرجة رطوبة معينة هي اللي ساعتها بتنشط عندها وبتأذي المحاصيل.
ففي فطريات بتبقى محتاجه درجه حراره عاليه عشان تنشط، وفي فطريات بتبقى محتاجه درجه حراره قليله جدا. لكن المشكله اصلا ان ارتفاع درجه الحراره بقى نفسها زياده عن اللزوم بيخلي المواد والطرق اللي الناس بتستخدمها عشان تقاوم بيها الامراض دي ملهاش اي لازمه، يعني ما بيبقاش ليها اي تاثير، والحشرات والفطريات دي بتفضل زي ما هي وبتقوى اكتر كمان وتاذي المحاصيل اكتر واكتر وتقلل كميتها في السنه اللي بعدها. يعني من الاخر كل ما درجه الحراره بتزيد احتماليه ان احنا نعرف نحافظ على النباتات ونحافظ على كميه الاكل اللي احنا بنعرف ننتجها بتقل جدا. وزياده كميه المطر كمان اللي احنا قلنا ان هي بتحصل بسبب زياده الحراره والتبخر، فاكر؟ دي بقى بتضعف النباتات اكتر وبتسبب زياده العدوى ما بينهم وبين بعض بالفطريات والبكتيريا، وكل ده بيدل ان التغير المناخي بيسبب اضرار كبيره جدا للبيئه. وغير ان كميه المحاصيل نفسها بتقل، فكميه الاكل اللي احنا بنقدر ننتجها بتقل، كمان بيضر اكتر الدول اللي اقتصادها معتمد على الزراعه كمصدر دخل اساسا. وفي احصائيه بتقول ان في سنه 2021 بس في 800 مليون انسان اتاثر بالجوع، ده حوالي 10% من عدد سكان العالم. لو انت مش متخيل الرقم ضخم ازاي، كل ده بسبب نقص المحاصيل. وكمان النسبه دي منظمه الفاو بتتوقع ان هي هتزيد في السنين الجايه لسه. تغير المناخ كمان بيسبب تهديد خطير جدا على حياة البشر، وده لأن كل سنة في 5 مليون بني آدم بيموتوا بسبب التغير في درجة الحرارة، سواء إن هي بتعلى جدا أو بتنخفض جدا. ده غير زيادة نسبة أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية بسبب الهواء الملوث اللي السبب فيه حرائق الغابات. ولو انت مش عارف ليه الغابات بتتحرق وايه الضرر بتاعها وايه كل الكلام الكبير ده، ابقى روح اتفرج على الفيديو اللي انا قلت لك عليه برضو اللي هو بتاع التغيرات المناخيه. وكمان بقى موجات الحر الشديده جدا ممكن تعمل مشاكل كتير، زي ضربه شمس او ارهاق او جفاف، او تخلي الميه تتبخر بكميه كبيره فتنزل امطار كتير تعمل فيضان. والفيضانات بقى من اكتر الكوارث الطبيعيه اللي بتعمل مصايب، اصابات بقى ووفيات وحوادث وغرق وامراض الميه بتنقلها وعد للصبح. ومن اثار تغير المناخ برضه زياده معدلات التشرد والجوع زي ما اتكلمنا، وعدم انتظام التعليم وانهيار الاقتصاد، ودي كلها بتبقى تاثيرات غير مباشره على الصحه بعد كده. وبرضه لو انت مش واخد بالك، فتغير المناخ والكوارث دي اللي هي مرتبطه بيه بتسبب اضطرابات في الصحه النفسيه. وده لان لو حد مثلا راح منه حد عزيز عليه، او فقد شغله، او بيته اتدمر، او نقل من المكان اللي هو كان عايش فيه لاي سبب من الاسباب غصب عنه بسبب الكوارث اللي بتحصل، الشخص ده بيكون معرض اكتر انه يجيله امراض نفسيه زي الاكتئاب او القلق او اضطراب ما بعد الصدمه. وطبعا اكتر ناس بقى بتتاثر بالتغير المناخي هم الناس الضعيفه اكتر شويه، زي الستات الحوامل او الاطفال او كبار السن او الناس المشردين اصلا، او المجتمعات اللي هي فقيره جدا. طبعا كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده اجراس انذار عماله تضرب في العالم عشان تنبهه للخطر اللي داخل عليه على كل المستويات، اقتصاديه واجتماعيه وبيئيه. العلماء عمالين يدرسوها بقالهم سنين، والعالم بينتفض عشان يلاقي حلول يقدر يعمل بيها تغييرات جذريه تنقذ الارض. وكانت بقى قمه المناخ من ضمن الاجراءات دي. مش غريب على مصر ان هي دايما تجذب انظار العالم ليها، مره باثارها ومره باكتشافاتها، لكن المره دي مدينه شرم الشيخ هي مركز الحدث، لان فيها هيجتمع 197 دوله في قمه المناخ اللي هتبدا من يوم 7 ليوم 18 نوفمبر. لكن ايه هي بالظبط قمه المناخ دي؟ تعال احكي لك القصه من البدايه. في سنة 1992 في ريو دي جانيرو في البرازيل كان في مؤتمر اسمه قمة الأرض، اجتمع فيه 154 دولة عشان يتناقشوا في التغيرات المناخية اللي بتحصل للأرض بسبب البشر، مش بسبب الدورات الطبيعية اللي بتحصل للمناخ. وكانوا بيتفاوضوا عشان يلاقوا حل للمشاكل البيئية بقى اللي زي التصحر والتغيرات المناخية وكل حاجة. ومن ساعتها الدول دي اتفقت ان هم يعملوا مؤتمر زي ده كل سنة يجتمعوا فيه. وكان هدف الأمم المتحدة أو مجموعة الدول دي كلها ان هم يقللوا في خلال السنين اللي جاية من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون او كل الغازات اللي بتعمل احتباس حراري لكوكب الارض. طبعا انت هتقول لي ايه اللي دخلنا في احتباس حراري وثاني اكسيد الكربون؟ القصه دي اول مره اسمع عنها. هقول لك انت عارف تعمل ايه، مش محتاج اقول لك بقى، الفيديو عندك اهو. لحد ما في سنة 97 الدول دي مضت على اتفاقية وملزمين ان هم ينفذوها. ومن بنود الاتفاقية دي ان هي قالت ل 37 بلد ان هم يقللوا نسبة انبعاثات الكربون ب 5%، والاتحاد الاوروبي يقلل انبعاثاته ب 8%، وبعدين نسبة التخفيض دي تزيد ل 18% بعد كده. لكن بعد كده بقى 4 دول اللي هم روسيا واليابان ونيوزيلندا وكندا قالوا لهم بقول لكم ايه، كبروا دماغكم الحوار ده، احنا مش هنعمل حاجة، وانسحبنا من الاتفاقية دي.
فمن ساعتها بقى طبعا كان لازم يتحط قانون او معاهده تاني تحل محلها وكل دول العالم تنفذها، فحصلت اتفاقيه باريس سنه 2015. هتقول لي ايه اتفاقيه باريس دي وعملوها ليه وبتقول ايه؟ هقول لك والله العظيم ثلاثه الفيديو ده جامد قوي بس انت اللي ظالمه. بس باختصار كده يعني لحد ما تشوف الفيديو ده، كل الدول اللي مضت على اتفاقيه باريس 2015 دي كانت بتتعاهد ان هم هيحاولوا يشتغلوا عشان يخلوا متوسط درجه حراره الكوكب 1.5 درجه مئويه بس. ومصر كانت بتوافق وبتصدق على كل الاتفاقيات اللي فاتت دي، وكانت بتتعهد هي كمان ان هي تحاول تقلل انبعاثات الكربون. وهي مصر دلوقتي بتنظم الدوره ال27 من قمه المناخ عشان تاكد دعمها للسياسات الصديقه للبيئه والتحول للسياسات الخضراء. وبمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ في دورتها ال27، أعلنت مصلحة الخزانة المصرية عن صك عملة جديدة وهي 100 جنيه معدن تذكارية محفور عليها لوجو قمة المناخ رقم 27. وبس خلاص دلوقتي اقدر اقول ان انا كل اللي كان عندي للفيديو ده خلص خلاص. لو انت عندك اي سؤال تاني عايز نعمل عنه حلقة يبقى اكتبه تحت في الكومنتات وقول لي رأيك برضه في الفيديو ده. واذا كنت اول مرة تشوفني ما تنساش تخش تاخد لك لفة كده في باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة وان شاء الله هتعجبك. ولو الفيديو ده عجبك بقى وانت مش مشترك في القناة ما تنساش ان انت تشترك وتدوس زرار اللايك. وبس كده، سلام.